الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذه الليلة الغراء من شهر رمضان، ونحن في العشر الأواخر، ليلة 22 من شهر رمضان المعظم عام 47 الموافق 12 من شهر مارس 11 من شهر مارس. نعم، إن شاء الله نتابع بعض ما جاء في كتاب الله عز وجل، ما لم يتيسر أمس أن نذكره من مسافرات رمضان في بدائع ومعاني آي القرآن الكريم. بعض الأمثلة فقط، لازم نذكر الكل. مثلا في سورة الروم، قريناها أمس، سورة الروم مباركة. شوفوا الروم، لقمان، السجدة، الأحزاب، من هنا وهناك، يعني للفائدة وللاعتبار. الله تعالى يقول بطبيعة الحال يبدأ بقوله تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم. الآية الكريمة من سورة النور مباركة جليلة جدا، وتشير إلى انتصار الفرس على الروم، وأن الله قال في بضع سنين، بين 3 و9، في بضع سنين، أقل من 10 سنين، إمبراطورية مهدمة مكسرة، صليبهم متهز، دنيتهم مع القسطنطينية مستعمرة، الفرس وسينتصرون، حاجة من وراء العقل، ويصدق الله ذلك. هذا اختصار شديد لأنه في برشا كلام، حتى نصل إلى قوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. صار الإشكال هنا وله، وهو أهون عليه. قبل القائل يخي فما حاجة أسهل على ربي من حاجة، كأنه يقول القائل فما حاجة أصعب من حاجة. فهل أن بداية الخلق أصعب من إعادة الخلق مرة ثانية بعد إعادة الخلق؟ هل أن عند الله سبحانه وتعالى فما شيء سهل وأسهل وهين وأهون وصعب وسهل وأسهل؟ يجي هكذا. خلينا نفهم الآية هذه. قال كيف ذكر الضمير في قوله تعالى وهو أهون عليه، والمراد به الإعادة لسبق قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. كيفاش قال وهو أهون عليه؟ لكن الضمير هذا شنو؟ نثبته. قلنا معناه ورجعه أو ورده أهون عليه، فأعاد الضمير على المعنى لا على اللفظ، كما في قوله تعالى لنحيي به بلدة ميتا، أي بلدا أو مكانا. فإن قيل كيف أخرت الصلة في قوله تعالى وهو أهون عليه وقدمت في قوله هو عليه هين في سورة مريم؟ قال هو علي هين ولنجعله آية للناس، وعلي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. كيفاش وهو أهون عليه هو علي هين؟ قلنا لأنه هناك قصد الاختصاص رب سبحانه وتعالى مجرى الكلام، فقيل هو علي هين، وإن كان مستصعبا عندكم أن يولد بين هرم وعاقل. عندكم عند الناس كيفاش؟ قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيء، إن هذا لشيء عجيب. عجوز شيء عجيب. عندكم مستصعب، عندكم صعيب. كيفاش؟
وأما هنا فلا معنى للاختصاص فجرى على أصله، كيف والأمر مبني على ما يعقل الناس من أن الإعادة أسهل من الابتداء، فلو قدمت الصلة لتغير المعنى. باختصار شديد، عند الناس يقول لك واحد أول مرة باش يصنع حاجة، لله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى، لكن قرب لهم المعنى لعقولهم. خلقت البشر معناها كي يصنع حاجة جديدة، يخترع حاجة جديدة، البديع هو أبدع، يعني أحدث شيئا على غير مثال سابق، فهو بديع السماوات والأرض. ما ثماش تكرار الأعوام كما يقولوا، الذي لا عالم من عالم ما ثماش آخر، ما ثماش بداية، لا، أحدث العالم على غير مثال سابق. طيب، نقولوا إذا إعادة حاجة بعد ما أتقنتها وعرفتها أسهل من صنعها أول مرة، هذا عندكم. لكن عند ربي سبحانه وتعالى يستوي البدء والإعادة، يستوي البدء والإعادة، يستوي الإنشاء والإعادة. فهما ما عندهمش مشكلة في الخلق الموجود، خاطر شيء قائم الذات، أنا موجود، الدنيا موجودة، الجبال موجودة، الشمس موجودة، لكن الذي صعب عليهم إدراكه وكبر في عقولهم ما فهموش شيء موجود، قالوا فما الآخر هو رب سبحانه وتعالى يبدأ الخلق ثم يعيده، قالوا وهو أهون عليه. اللي انتم صعب عندكم وما دخلش مخاخكم وكبر عليكم وصعب عليكم وبعد عليكم في فهمكم يا ناس، راهو عند ربي سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، هو أهون عليه، هو أهون عليه، أبسط أسهل. فهمنا المعنى؟ هو رد عليك الجماعة اللي يقولوا مش على أصل الخلقة، فهو عنده سواء سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو على كل شيء قدير. لكن الجماعة اللي ينكروا البعث هو ما قالوا وهو أهون عليه، أعطوا تشوف وهو أهون عليه، لأن تو نشوف ربما في آية أخرى الإنسان شوف كيفاش ربي خلق الإنسان في أطوار، وقد خلقكم أطوار، نطفة وعلقة وكذا وصغير وكبير ويكبر و في الآخر شنو؟ مش يرجع نطفة وعلقة وصغير وكذا في البعث، لا، كن فيكون، كن فيكون. هذا قادر عليه المولى عز وجل، لا إله إلا هو، وهذا قادر عليه كيف على مراحل، والمراحل الأولى عنده كله كن فيكون، كن فيكون. إنما المراحل والأدوار والأوضاع عندنا نحن في رؤيتنا، نحن في مدار إدراكنا، نحن في مقاييسنا، نحن في حواسنا، في عقولنا. أما عند ربي سبحانه وتعالى هو سواء، لا إله إلا هو. هون التوحيد الخالص، هون تجريد الإيمان بالله عز وجل من غير لا كيف ولا شرط ولا متى ولا كم ولا حتى شيء. عند ربي سبحانه وتعالى ألا لله الدين الخالص. هذا يزيد يقوينا إيماننا، وهو رد عليك أن سميناه اجمعين على الآخرين. تعديهم. ولذلك فما احتمالات في كلام العرب، قال أهون كما هين، أفعل كما فعل. قال هو هين عليه، وقد جاء في كلام العرب أفعل بمعنى اسم الفاعل كذا كذا، قال الشاعر فلاني، قال الشاعر فلان إلى آخره، وارد. المعنى الثاني أن معناه وهو أهون عليه في تقديركم وحكمكم إلى آخره. الثالث أن الضمير في قوله تعالى وهو أهون عليه ما يتحدثش عن المولى عز وجل. شوفوا القرآن قداش غني، قداش غني بالمعنى، لا تنقضي عجائبه ولا يخلق عليك كثرة الرد، ما يكتبش يخلق ثوب هكا يقدر، هو كلام الله ديما جليل وجديد. قال وهو أهون عليه راجع إلى المخلوق، وهو أهون عليه راجع إلى المخلوق لا إلى الله تعالى. معناه أنه لا صعوبة على المخلوق فيه ولا إبطاء، لأنه يعاد دفعة واحدة، كن فيكون كما قلنا. المعنى الرابع أن الابتداء من قبل التفضل الذي لا مقتضى لوجوبه، والإعادة من قبيل الواجب لأنها لا بد منها لجزاء الأعمال، وجزاؤها واجب بحكم وعده سبحانه وتعالى. لأن ربي خلقنا تفضلنا منه ووعدنا بأنه سيكون الجزاء،
فلتحقيق معنى الجزاء قال وهو أهون عليه، يعني لا بد من ذلك، فإن بدء الخلق وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. بدء الخلق فضل عند رب سبحانه، لو شاء لم نخلق ولم لكن وعد ووعده الحق بأنه لا بد من الجزاء، لذلك قال وهو أهون عليه. في سورة لقمان على سبيل المثال سورة لقمان ما شاء الله يعني تعديوا شوية الوقت. سورة السجدة على سبيل المثال في قوله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، تذكروا الآية، وهي على قراءتين الذي أحسن كل شيء خلقه ولا الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعلنا نسله سلالة من ماء مهين. الآيات ومقتضى القراءتين يقول أن لا يكون في مخلوقات الله تعالى شيء قبيح والواقع خلافه. قال كيفاش رب يقول أحسن كل شيء خلقه ولا خلقه، في حين نشوفه في واقع الدنيا شيء باهي وشيء زيان وشيء قبيح ومنظر هايل ويخرج مشهد معناه مزري وكذا. كيفاش كل شيء أحسن خلقه؟ كيفاش المعنى هذا؟ ولو لم يكن إلا الشرور والمعاصي فإنها مخلوقة لله تعالى عند أهل السنة والجماعة مع أنها قبيحة. قلنا أحسن بمعنى أحكم وأتقن، أحسن تماما على الذي أحسن في الآية الأخرى سورة سيدة، أحكم وأتقن. الثاني المعنى أن فيه إضمارا، شيء مضمر يعني معنى آخر لم تصرح به الآية نصا لكن يفهم منها تدبرا وتعمقا، أن فيه إضمارا تقديره أحسن إلى كل شيء خلقه. هذه على معنى القراءة الأولى بالفتح، خلقه أحسن كل شيء خلقه، يعني أحسن إلى كل شيء خلقه، فكل شيء خلقه الله إلا وأحسن إليه إحسانا ما. وهذا الجواب يخص قراءة فتح اللام، أحكم وأتقن يعم القراءتين، وأحسن إليه يعم القراءة اللي فيها أحسن كل شيء خلقه. هذه معنى القراءات القرآنية راهو عالم آخر، راهو متعة أخرى، راهو شقول بالدارجة وسمعون بنة أخرى. معنى القراءات القرآنية مع التزام قراءة نافع بطبيعة الحال، لأنها مرتبطة بالفقه بتاع الإمام مالك، لأنه قراءة أهل المدينة وفقه أهل المدينة وفقه بلادنا والمغرب العربي والأندلس والسنغال والدنيا الكل مع الغرب الإسلامي الكل. رب سبحانه وتعالى قال كذلك في سورة السجدة من سلالة من ماء مهين. رب خلق آدم من سلالة من ماء مهين، وقال تعالى في موضع آخر في آية أخرى في سورة أخرى من سلالة من طين. يجيش إنسان يقول شبيه فما تناقض حاشا وكذا، مرة يقول من طين مرة من ماء مهين. لا، الجواب أن المذكور هنا هو ذرية آدم من سلالة من ماء مهين. نحن البشر نطلق واحد كل بشر هكا أمه يعني من طين هكا وبعد ينفخ فيه يكون طائرا. لا، إنما من سلالة من طين. الطين هو اللؤلؤ اللي تخلق منه سيدنا آدم، وهو في الحقيقة موجود فينا، موجود في البشر، موجود مكونات الطين مكونات الأرض كالمعادن وكالشيء في الأكسجين وفيما الحديد وفيما كذا. يقول لك عندك نقص في المغنيسيوم، معدن المغنيسيوم يقول كذا عمل كذا. فنحن موجود فينا عنصر الطين، لكن طريقة التكاثر سيدنا آدم كما الطين مباشرة، مش من سلالة قردية أو من سلالة كذا، هذيك حاجة أخرى، هذيك مش على أرواح قبل الخلق آدم. إنما نحن مخلوقون بالمشاهدات من ماء نعم مفجوع. فإن قيل كيف قال تعالى ونفخ فيه من روحه، والله تعالى منزه عن الروح، ربي فيه روح جسد كذا، نفخ فيه من روحه، معناه نفخ فيه من روحه
مضافة إلى الله تعالى بالخلق والإيجاد لا بوجه آخر منه هو، من الله عز وجل. قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. قل يتوفاكم شكون؟ ملك الموت سيدنا عزرائيل عليه السلام، ملك الموت. في آية أخرى قل توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ملك الموت ولا رسلنا، وإلا رب سبحانه جل جلاله الله يتوفى الأنفس حين موتها في سورة الزمر. الله يتوفى الأنفس، ملك الموت ملائكة الله معنى واحد. كيفاش؟ الله تعالى هو المتوفي، ما نقولوش إنسان متوفي. سي علي باش أعطون في سنة. يعني رب سبحانه وتعالى هو الذي يتوفى النفس. يكلف سيدنا عزرائيل عليه السلام بالملائكة المتوفون، قال لك هذاك اللي يشدوا بلاد من الله يعافينا وإن شاء الله في ساعة سعيدة يبدأوا يجبدوا روحهم من ظوافره حتى توصل للجرجومة، البدن يبدأ يتسلل الروح عليه. ثم سيدنا جبريل مات الجرجومة هذيك إذا بلغت التراقي هو الذي يقبض الروح، فلا تناقض في هذا. نسأل الله سلامة المقصد وسلامة المصير، وأن يجعلنا من أهل التقوى وأهل المغفرة، ورب يرزقنا إن شاء الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، ويجعلنا ممن يتفقه في الدين، والحمد لله رب العالمين.